عندي سؤال. ده سؤال بجد والله. اتفضل. هو ليه الاهل بيضغطوا على الطلاب ان هم يطلعوا الاوائل على الجمهوريه؟ ايه الفرق؟ يعني هتفرق ايه في ايه؟ الهدف من الموضوع يعني؟ هتفرق في ايه؟ يعني انا عندي سؤال واحد ويا ريت الناس تجاوب عليه في الكومنتات لو حد يعرف. من 2010 لحد السنه اللي فاتت 2024، ثانيه واحده. خبرات سيئه. اتفضل. لا ثانيه واحده، من 2010 لحد النهارده قول لي مين اوائل الثانويه العامه وشغالين فين دلوقتي؟ اتعمل بحث فعلا من فتره، بس انا مش فاكر نتيجته عشان ما اقولش معلومات مش دقيقه يعني. بس اتعمل بحث وبيتقال ان هم تقريبا اشتغلوا حاجات غير تخصصاتهم. والهدف من القصه دي من وجهه نظري المعينه اللي هو انا ابني جاب مجموعه اكتر منك، انا بص ابني طلع من الاوائل، انا ابني طلع، مش مفيش هدف اللي هو انت عارف بنت عمتك جابت كام يعني وانت جبت كام، معرفش ايه يعني انا بقارن موضوع بقى مقارنات بقى. ابن خالتي بقى، انا عندي ابن خال اسمه كريم ربنا يكرمه، هو في تركيا دلوقتي واحنا اصدقاء بنحب بعض جدا يعني، ما عنديش اي مشكله معاه. وخالتي بحترمها جدا وجوز خالتي، بس انا ليه دايما كنت بتقارن بدرجاتي بدرجاته؟ مش فاهم لغايه دلوقتي. يعني كان عندي عقده نفسيه في الحوار ده، اللي هو انا جبت مثلا جبت 16 من 20 يا سيدي، يعني درجه مش وحشه. لا ابن كريم جاب 18، مش اللي هو بيركزوا في ان انت ما قفلتش ليه. يعني على الاقل يقولوا لك ايه، ما جبتش 20 ليه من 20 يا ابني؟ لا ليه ما جبتش 18 زي ابن خالتك؟ يعني طب الدرجتين اللي فوق دول ما لهمش لازمه؟